فكنت نزلت منشور بقول فيه ايه: صحيت من النوم وانت راضي عن ربك قول الحمد لله. المنشور ده انا نزلته حوالي الساعه 6 الصبح. كمية تعليقات لناس أنا أعتقد يعني والله أعلم إن هم يا إما مش فاهمين يا إما هم قاصدين ومتعمدين إن هم يدخلوا ويشتموا ويبوظوا التعليقات عشان خاطر الناس تدخل فتشوف الكلام زيهم فتقول وتعلق زيهم على إن البوست فيه حاجة غلط أو إن البوست فيه كلام غلط أو إن أنا مثلا بخبط في البوست أو بقول أي كلام وخلاص. فتلاقي واحد يقول لك إيه يا عم أنت مصطبح على الصبح، إيه يا عم الكلام اللي أنت بتقوله ده، أنت يا عم إزاي تقول إن إحنا نرضى عن ربنا؟ هو في حد مش راضي عن ربنا؟ أحب أقول لك في ناس كتير جدا مش راضي عن رب العزة سبحانه وتعالى، وإن ما كانش الكلام ده بيقولوه بلسانهم فهو موجود في فعلهم، وإن ما كانش موجود في فعلهم ففي ناس موجود في قلبهم. يعني في بني آدمين قلوبهم من جوه مش راضية عن رب العزة سبحانه وتعالى، وفي ناس في أفعالها برضه مش راضية عن رب العزة سبحانه وتعالى وإن ما قالوهاش بلسانهم. مثلا لما رب العزة سبحانه وتعالى يقدر عليك ابتلاء فتلاقي نفسك بتسخط من الابتلاء ده وتقول اشمعنى أنا؟ هو أنا عملت إيه؟ هو أنا ذنبي إيه؟ اشمعنى ربنا اختارني أنا بالذات من دون الناس كلها؟ طب ما الناس كلها مرتاحة. كل ده دلالة على انك مش راضي عن رب العزة سبحانه وتعالى، والادلة على كده كتير وانا هجيب لك الكلام ده بالدليل اعرفك بيها ان في ناس فعلا مش راضيين عن رب العزة سبحانه وتعالى. فان رب العزة سبحانه وتعالى يكرمك بانك تكون راضي عنه، فربنا اختارك وميزك بصفة ايمانية عظيمة دونا عن كتير من خلقه، صفة موجودة فيك كعلامة بتبين لك وتأكد لك ان ربنا سبحانه وتعالى راضي عنك زي ما انت راضي عن رب العزة سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بيقول ايه: ذلك بانهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم وكرهوا إيه؟ وكرهوا رضوانه. آية تاني سبحانه وتعالى بيقول إيه: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. في آية تاني ربنا سبحانه وتعالى تأكيدا على صفة الرضا عن الله بيقول إيه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقال تاني إيه: فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقال تاني إيه: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وقال تاني إيه: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وتأكيدا تاني برضو رب العزة سبحانه وتعالى قال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك إيه؟ راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. دي كلها آيات من رب العزة سبحانه وتعالى بتبين لك وتوضح لك إن في ناس بترضى عن الله وفي ناس ما بترضاش عن الله، بل وفي ناس بتكره رضا الله سبحانه وتعالى. ابن القيم بيقول ايه في كتابه مدارج السالكين: إن علامة رضا الله تعالى عن العبد هي رضا العبد عن ربه، فمن رضي عن ربه رضي الله عنه، بل رضا العبد عن الله من نتاج رضا الله عنه، فهو محفوف بنوعين من رضاه عن عبده: رضا قبله أوجب له أن يرضى عنه، ورضا بعده هو ثمرة رضاه عنه. ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العارفين وحياة المحبين ونعيم العابدين وقرة عيون المشتاقين. سمعت ابن القيم بيقول ايه عن رضا العبد عن ربه؟ طب اقول لك تاني برضو من كتاب ابن القيم في مدارج السالكين عن ابن الثوري عن ضرابعة قال ايه: اللهم ارض عنا. فردت عليه قالت له ايه: اما تستحي ان تسأله الرضا عنك وانت غير راض عنه؟ قال: استغفر الله. ثم قال لها جعفر بن سليمان: متى يكون العبد راضيا عن الله؟ فقالت: إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة. فلو شايف إن المعلومة دي مفيدة ما تنساش تشيرها مع غيرك، وأشوفكم بعد الفاصل. تحياتي ليكم.